تطلعيها وتقليها جنب الاكل، بتبقى حلوه جدا على فكره برضو. هنا بقى انا قليت كام واحده برضو، اديتكم افكار للناس اللي ما بتحبهاش نيه او ما بتحبش القطايف مش مقليه. قالت لكم كام واحده برضو، وحشيتها بالحشوه الكدابه، القشطه الكدابه. هنا طبعا القطايف بتاعتي اللي هي كانت بالشربات وجوز الهند والسوداني، لازم اطلعها في مصفى على طول، اصفيها، خليها تنزل كل السكر منها تمام كده، او الشربات لازم تحطيها في مصفى. وكمان المصفى بتحافظ لك على قرمشة القطايف. هرص بقى القطايف زي ما انتم شايفين كده، والله العظيم يا بنات بجد تحفة. اوعي تشتريها واعمليها دايما في البيت، وسهلة جدا تقدري تعمليها قبل الفطار وانتي كده يعني لو عندك مثلا غدا بقى بواقي فطار قصدي من امبارح ولا حاجة، تقومي بقى قايمة وعاملة شوية قطايف للولاد، حاجة كده تحفة. لا تشتريها ولا نسأل كل سنة سعرها بكام السنة دي، بكوبايتين دقيق او باربع كوبايات ملينا كده البيت كله قطايف ما شاء الله. شايفين بقى الجمال، تحفة جدا. عايزة اقول لكم قرمشة وجميلة جدا بصراحة. ادي القطايف بتاعتنا وجمالها، رشينا بقى شوية فستق كده من على الوش عشان الشكل، حاجة كده تحفة بجد. اعملوا الفستق ده هينفعكم جدا. وهنا بقى بعد ما عملت القطايف دي هنزل بقى كده بشوية شربات عليها من فوق كده. عايزة اقول لكم بتبقى خفيفة وطعمها حلو جدا. ادي القطايف بتاعتنا جميلة مقرمشة وجميلة تحفة. شايفين حلوة جدا. كنت عايزة اوريكم القرمشة بس صوت الولاد في الفيديو فكاتمه الصوت للاسف، بس عايزه اقول لكم بجد لو جربتوها هتدعوا لي دعوه حلوه ومتاكده، لان بجد المقادير مظبوطه على الشعر يا بنات وتحفه وحلوه جدا. ونبطل بقى نشتريها من بره واعمليها في البيت.